ترى ممكن تعمل ايه في ألمانيا بال100 يورو دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الاعزاء، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هاخدكم هننزل نقضي اليوم مع بعض ونشتري شوية حاجات ناقصاني في البيت، وبالمرة اخدكم معايا اعرفكم على الاسعار هنا في ألمانيا بتكون عاملة كام بالظبط، سواء اسعار السلع الغذائية واسعار حاجات تانية. فحبيت اخدكم معايا اشارك معاكم اليوم، ويلا بينا نتفرج على الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. اول حاجه هعملها ان انا هروح احط بنزين للعربيه. يلا بينا نروح المحطه نحط شويه بنزين من اللي هنتحرك بيهم، وبعد كده نطلع على الماركت على طول. دايما بيبقى مكتوب سعر البنزين على اليافطه الكبيره اللي احنا شفناها واحنا داخلين البنزينه دي. دلوقتي هحط ب 10 يورو بس كام لتر كده، وبعد كده نكمل طريقنا ان شاء الله. وحطيت بنزين ب 11 يورو 82 سنت، وكانوا 6 لتر وربع. دلوقتي انا متجه على المدينه اللي جنبي على طول، لان انا عايز سوبر ماركت تركي بيبقى موجود فيه حاجات من الحاجات بتاعتنا العربيه وشويه توابل وحاجات تانية كتير مش بتبقى موجوده طبيعي في السوبر ماركت الالماني، فلازم اروح سوبر ماركت تركي دلوقتي في المدينه اللي جنبي. هوصل هناك ونكمل تفاصيل اليوم مع بعض ان شاء الله. فاضل لي ان شاء الله 10 دقايق واكون وصلت قدام الماركت. واول حاجه جبتها من الماركت التركي وهو عيش لبناني. سعر الكيس الواحد عامل 90 سنت، انا جبت منه 2. كده يبقى احنا صرفنا اول واحد يورو 80 سنت. وبعد كده رحت على قسم الخضروات. اول حاجة لقيتها في وشي وهي النعناع، وانا بحب النعناع جدا في الشاي، فقررت اجيب نعناع. وعايزك دايما لما تيجي تجيب حاجة تبص عليها كويس وتتأكد ان هي ما فيهاش خرام. وسعر النعناع هنا كان عامل 1 يورو، انا جبت لي حزمة واحدة بس. وبعد كده كملت طريقي ورحت اجيب بقية الخضروات. هنا انا جبت ليمون، سعر الليمونة الواحدة كان عامل 49 سنت، انا جبت 4 ليمونات كان سعرهم 1 يورو 96 سنت. وزي ما عودتك دايما اتعود تنقي الحاجة بتاعتك كويس قبل ما تاخدها. وبعد كده رحت ادور على علبة فول. انا هنا بدور على علبة فول بالخلطة المصرية، لان في العادي بيكون عندهم علب فول بخلطات كتيرة جدا زي الخلطة السورية والخلطة العراقية والخلطة المصرية، بس للأسف المرة دي لقيت الخلطة المصرية خلصانة، بس لقيت الخلطة الحارة اللي هي بيجي عليها شطة وبتكون حامية. جبت منها 4 علب، العلبة الواحدة كان سعرها 99 سنت، جبت 4 علب كان سعرهم 3 يورو 96 سنت. وبعد كده رحت اجيب رز. هتلاقيني هنا ماسك الكيس وعمال اقلب فيه بتاكد ان مفيهوش قطع، لان اوقات بيجي فيه قطع، فخد بالك وركز كويس اللي هو ما يكونش مقطوع. وسعر كيس الرز كان عامل 2 يورو 99 سنت، انا جبت كيسين سعرهم كان عامل 5 يورو 98 سنت. وبعد كده طلعت على قسم التوابل، كان ناقصني فلفل اسود واللي كان سعره عامل 2 يورو 99 سنت. وبعد ما خلصت الماركت الاولاني كانت الفاتوره حقها 17 يورو 79 سنت. دلوقتي انا موجود قدام ماركت من الماركتات الكبيره جدا المعروفه في المانيا، وهو ألزي اللي انتوا شايفينه ورايا ده. هاخدكم دلوقتي ان شاء الله ونخش نجيب باقي الحاجات بتاعتنا. وزي ما كان في حاجات معينه مش بلاقيها غير في الماركتات التركيه والعربيه، برضو في حاجات معينه بجيبها من الماركت الالماني. فيلا خدكم دلوقتي ونخش ألزي نشوف هنشتري ايه من جوه والاسعار جوه عامله كام بالظبط. يلا بينا. وأول حاجة لقيتها وهو الزيت. سعر الإزازة كان عامل 1 يورو 39 سنت، أنا جبتلي إزازتين وسعرهم كان عامل 2 يورو 78 سنت. وبعد كده جبت سكر، كيس السكر الواحد كان عامل 1 يورو 49 سنت، أنا جبت منه 2 كانوا عاملين 2 يورو 98 سنت. وبعد كده رحت اجيب تونة، سعر العلبة الواحدة كان عامل 1 يورو 99 سنت، انا جبت علبتين كان سعرهم 3 يورو 98 سنت. وبعد كده رحت اجيب حاجة اسمها ميلش شنيتا، نقدر نقول عليها كيكة، دي سعرها كان عامل 99 سنت وكان عليها عرض، دي بحب دايما اكلها جنب الشاي على الفطار.
وبعد كده رحت اجيب مناديل، وسامعك وعارفك يا اللي قاعد ورا خالص يا اللي هتقول ده بيستخدم المناديل زي الاوروبيين علشان ينظف نفسه، ولكن الحمد لله الموضوع مش كده لاني مركب شطاف عندي في البيت. وسعر المناديل دي كان عامل 2 يورو 69 سنت. وبعد كده قابلني معطر الملابس ده اللي انا بحبه جدا وبحب ريحته جدا، كان سعره عامل 2 يورو 65 سنت. وبعد كده جبتلي صابونتين، سعر الصابونة كان عامل 55 سنت، الصابونتين كانوا عاملين 1 يورو و10 سنت. وفي نفس قسم المنظفات رحت اشتري لي مزيل عرق اللي سعره كان عامل 3 يورو و55 سنت، انا جبتلي واحد. وهنا لقيتهم حاطين الاسعار في اماكن غلط، فحبيت ان انا احط الرقم في المكان الصح وغيرت مكانه. ومن نفس قسم المنظفات اللي انا فيه رحت اشتري لي فرشة سنان، هنا كان موجود الفرشتين عاملين 1 يورو 45 سنت. وبعد كده رحت اجيب الحاجة اللي لا غنى عنها وهي المية، الست ازايز هنا كانوا عاملين 1 يورو 74 سنت، لكن بيكون عليهم رهن، كل ازازة بيبقى عليها 25 سنت رهن، ففي الاجمالي هيبقى 1 يورو 50 سنت رهن اضافة على تمن الازايز. وبعد ما خلصت حاجتي رحت حاسب عليهم واشتريت الشنطة دي اللي تمنها 99 سنت. واي حد عايش هنا في المانيا عارف ان انت الشنطة اللي بتاخد فيها الحاجة لازم بتدفع حقها. والحاجات اللي احنا اشتريناها من ارضي عملت 26 يورو و40 سنت. ودلوقتي انا وصلت مدينة تانية اسمها مدينة نورنبرج، لو حد عايش هنا في المانيا وعارف مدن في بافاريا فتعتبر مدينة نورنبرج اكبر مدينة في بافاريا بعد ميونخ. دايما لما باجي انا اجيب اللحوم بجيبها دايما من حد عربي علشان بكون متأكد ان هي مذبوحة بالطريقة الحلال، لان معروف ان هنا في المانيا بيصعقوا الحيوانات علشان يموتوا منها كمية كبيرة في نفس الوقت، مش لسه يذبحوا واحد واحد. فهخش دلوقتي عند الجزار نجيب بقية مستلزماتنا ونشوف هتكلفنا كام بالظبط. تعال يا ريس. والله باش تغسلنا البيت خالتنا. كم ايدك يا ريس؟ واخد علبة سمنة كمان بالله عليك. اخد الكبيرة بقى عشان مش كل شوية. اخويا العربي اللي ما باكلش لحمه غير من عنده علشان متاكد اللي هي حلال 100%، كمان الجوده بتاعتها محترمه جدا ما شاء الله. يا ريس بقى كده كله كام؟ وكان سعر علبه سمنه وكيلو لحم مفروم 24 يورو. وبعد ما جبت الحاجة من الماركت التركي وبعد كده رحت الماركت التاني الألماني اللي هو الألدي وخلصنا وطلعنا على مدينة نورنبرج، جبنا شوية حاجات من عند الجزار، طلع معايا في الآخر الإجمالي 81 يورو، يبقى لسه فاضل معانا 19 يورو علشان نستخدمهم. ال 19 يورو دول أنا النهاردة علشان عملت لكم الفيديو خرجت بره وملحقتش أعمل أكل في البيت، فلو جبت أي وجبة أو وجبتين يا دوب هيكون 10 12 لحد 15 يورو وهيتبقى معايا 4 يورو، هشرب بيهم كوبايه قهوه دلوقتي ويبقى كده ال 100 يورو خلصت. واديك عرفت انت ممكن تعمل ايه بالظبط بال 100 يورو هنا في المانيا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. الفيديو بتاع النهارده مش هيكون طويل، هيكون فيديو قصير هشارك معاكم اليوم النهارده وشويه المشتريات اللي انا جبتها. لو ليك اي سؤال او اي استفسار اكتبهولي تحت في التعليقات، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم.